النهارده هنتكلم عن دواء مشهور جدا في عالم المسكنات، وهو البايلكوفان. لو عندك ألم في المفاصل أو عضلاتك بتورمها بسبب التهاب، الدواء ده ممكن يكون الحل. هنشرح مع بعض إزاي بيشتغل، إمتى بيبدأ مفعوله، إيه هي آثاره الجانبية، وموانع الاستعمال، وكمان الجرعات الخاصة بيه. خليكم معانا لآخر الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل الخاصة بيه. البايلكوفان بيحتوي على مادة الكيتوبروفين، وده بينتمي لعيلة الإنسيدز، يعني ببساطة هو دواء بيقلل الألم والالتهاب. وآلية العمل بتعتمد على إنه بيمنع إنزيم اسمه كوكس أو سايكل أكسجينيز. الإنزيم ده مسؤول عن إنتاج مادة البروستاجلاندينز، وهي المسؤولة عن التورم والألم والحمى في الجسم. أول طبعا ما الكوكس بيتمنع، البروستاجلاندينز مش هيتصنع، وبالتالي مش هيحصل التورم أو الألم اللي بيحصل لما الجسم بيتعرض للإصابة أو الالتهاب. الكيتوبروفين بقى بيشتغل على نوعين من الإنزيمات دي، كوكس 1 وكوكس 2. الكوكس 1 وده اللي بيحمي المعدة والكلى، إنما الكوكس 2 وهو المسؤول عن الألم والالتهاب. الكيتوبروفين بيمنع الكوكس 2 أكتر عشان يقلل الألم والالتهاب، ولكن برضه بيأثر على الكوكس 1، وبالتالي لازم تتاخد معاه احتياطات خاصة. طيب الباقي الكوفان إزاي بيأثر؟ بيخفف الألم، يعني بتلاحظ تحسن في الألم بسبب إنه بيمنع إفراز المواد اللي بتسبب الشعور بالألم. كمان بيقلل الالتهاب لأنه هيقلل التورم نتيجة تقليل المواد المسببة ليه. كمان بيخفض الحرارة، لما الجسم يكون فيه حمى الكيتوبروفين بيساعد في تقليل درجة الحرارة. ببساطة هو بيشتغل على إن الجسم يوقف المواد المسؤولة عن الألم والالتهاب، وده بيخليه علاج فعال للألم المصاحب للالتهابات زي آلام المفاصل أو آلام العضلات. طيب يا دكتور، إيه هي دواء استعمال بقى الكفان أو بنستخدمه في إيه؟ البايلكوفان أو مادة الكيتوبروفين ليها شوية دواعي استعمال مهمة بنستخدمها عشان تخفف الألم والتورم، زي آلام المفاصل والعضلات. لو عندك التهاب مفاصل زي التهاب المفاصل الروماتويدي أو الخشونة، الكيتوبروفين هيساعد في تخفيف الألم والتورم الناتج عن الحالة دي. كمان لو عندك آلام عضلية أو تمزقات عضلية بيقلل الألم بشكل فعال. كمان بيوصف لعلاج الآلام بعد العمليات الجراحية. بعد العمليات زي العمليات الجراحية البسيطة زي إزالة الأسنان أو العمليات الصغيرة في الجلد، بنستخدم الكيتوبروفين عشان يقلل الألم ويساعد في عملية الشفاء. كمان الآلام الحادة زي آلام الأسنان، لو عندك ألم شديد في الأسنان أو صداع نصفي، ممكن الكيتوبروفين يكون مفيد جدا عشان يخفف الألم بسرعة ويخليك قادر تكمل يومك بشكل طبيعي. كمان الآلام الناتجة عن الإصابات، لو عندك إصابة رياضية أو كدمات أو التواءات، الكيتوبروفين بيشتغل كويس في تخفيف التورم والألم. كمان التهابات الأوتار والأنسجة الرخوة، لو عندك التهابات في الأوتار زي التهابات الأوتار في الكتف أو التهاب الأوتار اللي في الركبة، ده كمان من الاستخدامات الأساسية للكيتوبروفين لأنه بيساعد على تقليل الالتهاب وتحسين الحركة. كمان بيوصف لتسكين الألم والحمى. لو عندك حمى أو حرارة عالية بسبب الالتهاب أو مرض معين، الكيتوبروفين بيساعدك في خفض الحرارة ويخليك تحس بتحسن. وخلاصة الكلام، لو عندك ألم أو التهاب في أي مكان في الجسم، الكيتوبروفين ممكن يكون ليه دور في تخفيف المشكلة دي. طيب إيه هي بقى الآثار الجانبية للبايلكوفان أو أضراره؟ الكيتوبروفين زي أي دواء في الدنيا ليه شوية أعراض جانبية ممكن تحصل. زي إيه؟ زي مشاكل في المعدة، بما إن الكيتوبروفين بيأثر على الإنزيمات اللي بتحمي المعدة، فده ممكن يحصل منه حموضة أو غثيان أو حتى قرحة المعدة. ده لو اتاخد لفترة طويلة أو بجرعات كبيرة، يعني لازم تحاول تاخده مع الأكل عشان يخفف الأعراض دي. تاني حاجة ممكن يسبب مشاكل في الكلى، لو عندك مشكلة في الكلى أو لو أخدت الدواء لفترة طويلة ممكن يسبب مشاكل في وظائف الكلى زي مثلا احتباس السوائل أو لا قدر الله فشل كلوي. كمان مشاكل في القلب، الكيتوبروفين ممكن يزود ضغط الدم أو يعمل احتباس سوائل في الجسم، وبالتالي ممكن يكون ليه تأثير على القلب والأوعية الدموية. ولو عندك مشاكل قلبية لازم تستشير الطبيب قبل ما تستخدمه. كمان ممكن يسبب ردود فعل تحسسية زي أي دواء تاني، ممكن الكيتوبروفين يسبب حساسية زي طفح جلدي أو حكة، وفي حالات نادرة جدا ممكن يسبب صعوبة في التنفس أو تورم في الوجه. كمان ممكن هو يسبب دوخة وصداع، بعض الناس ممكن يحسوا بصداع أو دوخة بعد ما ياخدوا الكيتوبروفين خصوصا لو كانت الجرعة عالية. كمان ممكن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، بعض الحالات ممكن يسبب صعوبة في التنفس أو تسرع في التنفس عند بعض الناس. كمان ممكن يسبب مشاكل في الكبد، ولكن ده في حالات نادرة جدا، ممكن يأثر على الكبد ويعمل ارتفاع في الإنزيمات الكبدية، واللي ممكن تسبب اصفرار الجلد أو العينين. لو حسيت بأي عرض من الأعراض دي، وخصوصا لو كانت شديدة، لازم توقف الدواء وترجع للطبيب المعالج فورا، وممنوع أخده لفترات طويلة بدون استشارة الطبيب علشان نتجنب حدوث الأعراض الجانبية. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال بقى الكفان أو مين الناس اللي ما ينفعش تستخدمه؟ الكيتو بروفين ليه شوية موانع استعمال لازم تبقى عارفها قبل ما تستخدمه عشان ما تتعرضش لأي مشاكل صحية. زي إنه ممنوع في حالات مشاكل المعدة أو قرحة المعدة. لو عندك قرحة معدة أو مشاكل في الجهاز الهضمي زي نزيف المعدة أو التهاب المعدة، مش المفروض إنك تستخدم الكيتو بروفين لأنه بيأثر على المعدة وبيزود مخاطر النزيف والتهيج في المعدة. كمان لو عندك مشاكل في الكلى أو الكبد، لو عندك فشل كلوي أو فشل كبدي شديد، الكيتو بروفين مش أمان ليك لأنه ممكن يزود الضغط على الكلى والكبد ويزود من المشكلة الصحية. كمان لو عندك مشاكل في القلب أو فشل القلب، لو عندك فشل قلبي أو مشكلة في الدورة الدموية زي ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب، ممكن الكيتوبروفين يسبب احتباس السوائل ويأثر على القلب. كمان لو عندك حساسية من أي دواء من عيلة الإنسيد زي الأسبرين، لازم تتجنب الكيتوبروفين لأنه ممكن يسبب تفاعلات تحسسية شديدة زي طفح جلدي، ضيق في التنفس، وتورم في الوجه. كمان ممنوع في الحمل خصوصا في الشهر الثالث،
لو أنتِ حامل خصوصًا في الشهر التالت من الحمل مش مفروض تستخدمي الكيتوبروفين، لأن في الوقت ده ممكن يأثّر على الجنين ويأخّر تطوّر بعض الأعضاء زي القلب. كمان الأطفال تحت سن 12 سنة الكيتوبروفين مش موصى بيه للأطفال اللي تحت سن 12 سنة خصوصًا في الحالات الحادة. كمان المرضى اللي عندهم اضطرابات في النزيف، لو عندك اضطرابات نزيف أو مشكلة في تجلط الدم زي مرضى الهيموفيليا واللي بياخدوا أدوية مضادة للتجلط، فده ممكن يزود من خطر النزيف عندهم. والخلاصة قبل ما تستخدم البايلوكفان لازم تكون متأكد إنك مش عندك أي من المشاكل الصحية اللي فاتت عشان تتجنب أي مضاعفات أو آثار جانبية خطيرة. طيب يا دكتور، إيه جرعة البايلوكفان أو نستخدمه إزاي؟ الجرعة بتكون قرص تركيز 150 مللي جرام عند اللزوم، ولكن خد بالك الجرعة القصوى في اليوم بتكون 300 مللي جرام، يعني قرصين بس من البايلوكفان. واوعى تحت أي ظرف تزود عن الجرعة دي. وملحوظة إضافية كمان إنك ممكن تاخد الكيتوبروفين مع الطعام أو الحليب عشان تقلل تأثيره على المعدة، وفي بعض الأحيان ممكن ناخده مع مضادات الحموضة عادي عشان نقلل تأثيره على المعدة. طيب يا دكتور، إيه البدايل بنفس المواد الفعالة للبايلوكفان؟ في بدايل كتيرة، أهمهم البايكوتيجيسك، البايبروفونيد، الكيتوفان، الكيتولجين، والكيتو بريك. ولكن خد بالك من التركيزات، لان في تركيزات اقل من البايلوكفان وتركيزات اعلى من البايلوكفان. وبكده نكون عرفنا تفاصيل البايلوكفان، وخلينا نروح نجاوب على اهم الاسئله اللي الناس بتسالها عنه في الصيدليه. واول سؤال، هل البايلوكفان يتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ البايلوكفان او ماده الكيتوبروفين يفضل تاخده بعد الاكل، والسبب في كده ان الانسيدز بشكل عام ومنها الكيتوبروفين ممكن تسبب تهيج في المعده او قرحه لو اتاخدت على معده فاضيه. ليه بقى بعد الاكل؟ لانه بيقلل تهيج المعده لما بناخد الكيتوبروفين بعد الاكل، وبيقلل تاثيره المزعج على الغشاء المخاطي للمعده، وبيقلل من احتماليه حدوث قرحه او حموضه. بالاضافه الى ان الاكل ممكن يساعد في تقليل امتصاص الدواء بسرعه في المعده، وده بيخليه اكثر امانا للجهاز الهضمي. فعشان تحمي معدتك وتحصل على أقصى استفادة من الدواء يفضل تاخده بعد الأكل. تاني سؤال، هل البايلوكفان ينفع لمريض الضغط العالي؟ البايلوكفان أو مادة الكيتوبروفين ممكن يكون ليها تأثيرات سلبية على مريض الضغط العالي، زي إيه؟ زي إنها ممكن تعمل احتباس للسوائل. الكيتوبروفين ممكن يخلي الجسم يحتفظ بالسوائل وده بيزود الضغط على الأوعية الدموية. كمان الكيتوبروفين ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم خصوصا لو تم استخدامه لفترات طويلة. كمان ممكن يضغط على الكلى وممكن يزود من مشكلات الضغط في الجسم. عشان كده الأفضل تتجنبه لو أنت مريض ضغط مرتفع. تالت سؤال، هل البايلوكفان أمان في الحمل؟ البايلوكفان أو الكيتوبروفين مش آمن تماما في الحمل خصوصا في التلت التالت من الحمل. الكيتوبروفين بيقع ضمن الكاتيجوري سي في الحمل، يعني إن الدواء ممكن يكون ضار في الحمل خصوصا في المراحل المتأخرة. ليه بقى بيمنع في الحمل؟ بسبب تأثيره على الجنين. في التلت التالت الكيتوبروفين بيأثر على الدورة الدموية للجنين خصوصا الدكتس ارتريوزس أو الأنبوب الشرياني، وده بيؤدي إلى إغلاق مبكر للأنبوب ده ممكن يتسبب في مشاكل خطيرة. كمان زيادة مخاطر الولادة المبكرة ممكن يؤدي إلى تأخير الولادة أو زيادة خطر النزيف أثناء أو بعد الولادة. والخلاصة في التلت الأول والتلت التاني من الحمل ممكن يكون في بعض المخاطر، ولكن التلت التالت هو الأكثر خطورة، ولا يوصى باستخدام الكيتوبروفين أثناء الحمل تماما. طيب يا دكتور، إيه هي التداخلات الدوائية للبايلوكفان؟ أو إيه الأدوية اللي ممنوع ناخدها معاه؟ البايلوكفان أو الكيتوبروفين بيتفاعل مع أدوية كتيرة فلازم تخلي بالك، زي إنه بيتفاعل مع الأذر انسيدز والكورتيكوستيرويدز لأنهم ممكن يزودوا من خطر نزيف المعدة وخصوصا قرحة في المعدة. أو حصول قرحة في المعدة. كمان الأنتي كواجولانت زي الوارفرين لأنهم بيزودوا من خطر النزيف وخصوصا في المعدة. كمان بعض أدوية الضغط زي الإيس انهبيتورز أو الأنجيوتنسين ريسبتور بلوكرز لأنه ممكن يقلل من تأثيرهم في البلاد بريشر كنترول ويزود الضغط على الكلى. كمان الديوريتكس أو مدرات البول لأنه ممكن يقلل تأثيرهم ويخلي الكدني فانكشن أو وظيفة الكلى أسوأ. كمان مادة الميستريكسيت لأن البايلوكفان بيقلل التخلص منه وده بيسبب توكسيستي أو سمية منه. كمان مادة الليثيوم البايلوكفان ممكن يعلي مستواها في الدم ويعمل توكسيستي من المادة دي. فاهم السؤال، هل البايلوكفان بيسبب إدمان؟ البايلوكفان أو مادة الكيتوبروفين مش تبع الأدوية اللي بتسبب الإدمان بشكل عام، هو مسكن ألم ومضاد التهاب من فئة الإنسيدز، يعني وظيفته الرئيسية تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، ولكن ليس له تأثير مسبب للإدمان زي الأدوية المخدرة أو المسكنات الأفيونية. ولكن زي أي دواء تاني لو تم استخدامه لفترات طويلة أو بجرعات عالية من دون إشراف طبي ممكن يسبب مضاعفات صحية زي مشاكل في المعدة، كبد، كلى، أو زيادة الضغط. بالإضافة إلى أن الاستخدام المستمر أو المفرط ممكن يؤدي للاعتماد النفسي على الدواء للتخفيف من الألم، ولكن مش إدمان بالمعنى التقليدي. بشكل عام ينصح باستخدام الكيتوبروفين لفترات قصيرة بس وبالجرعات الموصى بها. إمتى بقى بيبدأ مفعول البايلوكفان؟ البايلوكفان أو الكيتوبروفين بيبدأ مفعوله عادة خلال 30 دقيقة لساعة من أخذه عن طريق الفم، وبيبدأ تخفيف الألم والالتهاب بشكل ملحوظ بعد فترة قصيرة. ومدة التأثير بتاعة مادة الكيتوبروفين عادة بتستمر من 6 ل 8 ساعات بعد أخذه، وده على حسب الجرعة وطريقة الاستخدام. وبكده نكون خلصنا شرحنا عن البايلوكفان وأهميته في تخفيف الألم والتورم. زي ما شفنا زي أي دواء تاني لازم تستخدمه بحذر وتتابع تعليمات الطبيب. لو عندكم أي استفسار أو عايزين تعرفوا أكتر عن الأدوية سيبوا لي تعليق تحت في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.